اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن اضافه جديده نزلت لموقع هيليو اي اي اسمها سبجكت ريفرنس. سبجكت ريفرنس الموضوع الاساسي منه انك تقدر تاخد صوره، والصوره دي دايما تبقى ريفرنس معاك في كل فيديو انت بتعمل له جنريت. الاداه ديت لسه موجوده الفا، هتنزل ان شاء الله اخر الاسبوع ده، ولكن انا معاكم اكسكلوسيف هوريكم كل الحاجات الجديده وهوريكم على تريكات تقدر تستخدموها اول لما الاداه دي تنزل. عشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، اول لما بتبدا الواجهه بتاعت هيليو طبعا زي ما احنا عارفين بسيطه جدا وتقدر تستخدمها بكل بساطه وكل سلاسه، ما فيهاش اي مشاكل خالص. انت عندك 3 اوبشنات تقدر تستخدمهم. اول اوبشن عندك هو ايمج تو فيديو، بعد كده تكست تو فيديو، وسبجكت ريفرنس. ده الجديد اللي موجود حاليا في النسخه الالفا. النسخه الالفا دلوقتي مفيش حد ليه اكسس ليها غير الناس اللي موجودين في الالفا بروجرام، بس انا هوريكم كل الادوات وهجربها معاكم مع بعضينا لحد اخر الاسبوع ان شاء الله لما ينزلوا الفيرجن دوت اوفيشال لكل الناس تقدر تستخدمه. طيب بص يا سيدي، اول حاجه خالص كل اللي هو بيبقى طالبه منك انك تستخدم صوره ريفرنس. مثلا احنا في الريفرنس دوت انا استخدمت الصوره بتاعت احمد حلمي، وكل اللي احنا عملناه ان النتيجه طالعه زي ما انت شايف تعتبر تحفه. بس مش كل مره النتائج بتطلع تحفه، ممكن مره النتائج تطلع كويسه، ممكن مره النتائج تطلع مش قد كده، ولكن اوفرول النتائج بتطلع كويسه. تعالوا اوريكم مع بعضينا مثال لحاجه طلعت كويسه ومثال لحاجه طلعت مش قد كده، وبعد كده نبدا انا نجنريت حاجه جديده مع بعضينا. طيب بالنسبه للجزء الاولاني، انا مثلا عندنا نتيجه زي دي كانت طالعه كويسه جدا، قريبه جدا من الفنان كريم عبد العزيز، يعني تعتبر النتيجه كويسه. انا شايفها انها حلوه، الحركه، الموشن، طريقه انه خايف بما ان انا كاتب امان توكن ان فون هورر سكيري سيم دارك تون سكيرد مان زي ما انت شايف هنا البرومبت. فالنتيجه اللي طالعه كويسه قوي. ممكن بص مره، يعني ممكن النتيجه هنا طلعت مش شبهه خالص، فانت مع المحاولات بتطلع النتيجه مره، فنتيجتين كويسين. دي تعتبر حاجه كويسه قوي انك انت ممكن دلوقتي تعمل حرفيا حلقه كامله او قصه على اليوتيوب مثلا، حاجه رعب مع كونسيستنت كاركتر. الكاركتر دايما هتفضل معاك ثابته، اشكالهم ثابته، فبالتالي القصه دايما بتفضل معاك كويسه. الحلقه يعني مثلا لو انت بتعمل فيديو كليب او بتعمل فيلم قصير بالاي اي كده، الاداه دي هتساعدك جدا 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 انك تقدر تطلع الحاجه كونسيستنت. هنا زي ما انت شايف برضو كنت جربت الصوره ديت، طبعا بص الصوره الجوده بتاعتها وحشه جدا، فان هو يطلع منها بالحركه ديت وبالطريقه دي، وفيديو كمان بنفس الستايل ده. هو هنا مفيش اي باك جراوند ولا في اي حاجه، هو كل اللي هنا مثلا ايه امان ووكن ان ان ارابيك ماركت، ده اللي احنا بس كاتبينه. ان هو يطلعه شكله جدا كده ويفضل كونسيستنت من الفيديو ده للفيديو ده، لا حرفيا ده انت ممكن تعمل سلسله كامله. نفس النظام لمنى زكي هنا، انها ماشيه في الريد كاربت، ماشي الناس اللي واقفين بالكاميرا ورا والزوم والحركه هي نفس الصوره اللي انا اديتها له بالظبط. فاهم؟ بص ديت والكاميرا وطريقتها والناس اللي ورا حاجه فعلا حقيقيه مع الفيزيكس مع طريقه الحركه. ممكن تبقى دايما زي ما قلت لك، ممكن مره تطلع كويسه، ممكن مره تطلع مش النتيجه مش احسن حاجه. يعني بانس في النتيجه دي طلعت كويسه، طبعا تحس انها 3 دي، بس ده لسه الفيرجن البيتا، هم دلوقتي شغالين عمالين بيطوروا منه واحده ورا واحده. في المستقبل انا شايف ان الموضوع دوت هيطلع كويس جدا جدا جدا، لان انا جربت حتى اللي كان موجود في كلينج وما كانش احسن حاجه. طيب في نتائج تانية انا جربتها ليا وطبعا ما طلعتش كويسه، كنت انا واخد ده الريفرنس، فهو ما كانش شايف الدقن شكلها عامل ازاي، فبالتالي هو افترض ان الدقن شكلها كبير او شكلها غريب. ولكن يعني مثلا في هنا انا ما اعرفش ايه اللي انا بعمله على الكيبورد ولكن الكاركترين يعتبروا نفس الشخصيه، يعني نفس الصوره اللي انا مديها له هنا. محاولات تانية بقى طلعت بايظه خالص. كانت انا هنا هوريكم طريقه، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، تقدر حرفيا تدخل هنا على شات جي بي تي، تقدر تديله اي كونتنت انت عايز تكمل بيه، وبعد كده هو بيقوم جاي يعني مثلا هنا جرييتد دايناميك سين، بعد كده هو بيقوم جاي مديك تفاصيل تقدر تستخدمها في ميني ماكس دوت. هو اكستنشن هم عاملينه تقدر تستخدمه عشان تطلع منه البرومبت، وهو هنا بيريكومندوا دايما انك انت تستخدم التشاينيز ترانسليشن بما ان هيليو صينيه وتمرينه كله على كابشن صيني، فالمفروض النتائج بتطلع كويسه. ولكن زي ما انت شايف النتائج طلعت مش كويسه، لان انا اتلخبطت في حاجه مهمه جدا، اللي انا ما قريتش البرومبت اللي هو كان مديهولي كان ايه، والبرومبت كان عباره عن مشهد
سينمائي لمدينه ما كانش فيها شخصيه خالص، فبالتالي هو ما عرفش ان الشخصيه تبقى عامله ازاي. انما بالنسبه مثلا لهنا انا بدات اقرا وهنا واحد ماشي في جو بارد، النتيجه كانت طالعه كويسه جدا جدا. وهنا نفس الكلام. انا ببقى والله شكلي الصبح بيبقى عامل كده بالظبط وانا رايح اجيب فطار والله العظيم. يلا، ودي نتائج تانية كنت بستخدم فيها الصوره ديت. طبعا طلع قريبه مني جدا زي ما انت شايف، فدي طريقه كويسه قوي. تعالى مع بعضينا دلوقتي اوريك ازاي تبدا تستخدم الاداه ديت. احنا كل اللي بنعمله بتدوس على كلمه upload an image to create a reference. فانا دلوقتي معايا مجموعه من الصور انا قمت جاي حاططها. تعالى مثلا نختار صوره زي دي. فمثلا هنخلينا امان walking in a space station، هنسيب الكلمه دي زي ما هي كده، اللي هي المفروض بتطلع لنا راجل ماشي في سفينه فضاء. جميل. بسيب دايما ديت شغاله وبختار ان انا اعمل صورتين، يعني ان انا اعمل فيديوهين، وبدوس على كلمه كيو او بدوس كرييت، الزرار البينك اللي موجود هنا. فبيبدا دلوقتي ان هو يعمل لك فيديوهين. الموضوع كله سريع، ما بياخدش حوالي دقيقتين او 3 دقايق بالكتير قوي. تمام. تعالى اوريك بقى تريكايه حلوه قوي انا كنت بجربها وطلعت بصراحه النتائج بتاعتها كويسه. لو انت دخلت في الفوتوشوب هنا وعملت مثلا حاجه زي دي، يعني انا قمت جاي واخد صوره ليا، تمام، وحطيتها على ارضيه خلفيه بيضه كده، وحطيت سفينه فضاء، وخدت الصوره دي كلها عملتها لها سيف، وقمت جاي واخدها فين يا ربي الموقع، قمت جاي واخدها هنا، وقمت جاي بص بقى النتائج. طلعت مرتين، طلعت مره كويسه جدا والمره الثانيه كانت طالعه شكلها غريب نسبيا، بس يعني تعال اوريك. بص كده في الصوره دي هو حرك المشهد ودمج الخلفيه البيضاء كانها جزء من سفينه الفضاء. بعد كده على ما اعتقد انا كنت مخنوق من الشغلانه دي اصلا، واخدت بعضي ومشيت. في دي بقى، دي اللي كانت طالعه كويسه جدا. اولا كمل هو الخلفيه من عنده، وعلى ما اعتقد انا شفتها مولعه هنا، وقمت جاي واخد بعضي وماشي، اللي هو انا بره عني. بص لا 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 بره عني يا عم، انا مالي، انا على قد فلوسكم. فديت تجربه تقدر تجربها وتقدر تطلع بيها نتائج ان شاء الله تطلع كويسه. وسيب لي في الكومنت اللينكات لو انت طلعت الحاجات ديت، يعني سيب لينك السوشيال ميديا لو انت رافع على الفيسبوك، ولو كده ممكن ناخدهم ونجمعهم وننزلهم في الفيديو الجاي لينا ان شاء الله. تعال نشوف بقى النتائج اللي طلعت للفنان سمرة. طب يا سيدي النتائج خلصت اهو. تعالى مع بعضينا ندوس ونشوف النتائج طالعه معانا عامله ازاي. اوه تحفه تحفه، يعني تحفه. لا وبص الملامح بتاعته ثابته. تعالى بص مثلا هنا. اوه حرفيا انت ممكن تعمل فيلم قصير من اللي بيحصل ده. يعني هو نفس المشهد اهو. بص هو هنا كان القائد مثلا ومشي، وهو اصلا كان داخل في الطرقه. فظيع. بص هو يعني هو ولا مش هو. فان شاء الله اول لما الاداه تنزل فعليا وتنفع ان الناس تستخدمها هنزل لكم اوفر كويس. يعني انا هتكلم مع الشركه ان هم يبقوا منزلين اوفر كويس اكيد للناس اللي هتشترك من عندي من القناه، طبعا عشان انتوا حبايبي يعني. بس لما ينزلوا يعني اتمنى ان هم يوافقوا. وعشان ما اطولش عليكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان ده بيفيدنا كويس جدا. بما ان ده يعتبر اول فيديو في 2025 تبقى ان شاء الله سنه سعيده عليكم كلكم. بالنسبه للاعضاء بتوع باتريون بحب اشكر كل الاعضاء الجداد اللي اشتركوا معانا ودعموني على مدار الرحله الجميله ديت. بجد شكرا ليكم. يعني انا مبسوط بجد ان انا يعني اتعرفت وعرفت ناس كويسه كده. حاجه كمان اللي ما يعرفش، ديت الصفحه بتاعت باتريون عليها كل ما هو جديد، ورك فلو، اي حاجات بنزلها جديده، كل الملفات اللي انا بستخدمها، الفونتات اللي بستخدمها في الشغل عندي، كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا في باتريون. لو عايز تدعمني وتدعم القناه هبقى شاكر ليك جدا جدا. واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.